السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نعمل الجاتوه في البيت، وممكن كمان تضيفيه لمجموعة المشروعات اللي انا قلتلكوا عليها، الافكار بتاعة المشاريع اللي قلتلكوا عليها. ممكن تعمليه وتبيعي من البيت. هعمل لكم اكتر من فكرة للجاتوه اللي هو السريع السهل ده. جميل جدا وحاجة جميلة تشرفك. شايفة الشكل؟ بجد تحفة، والطعم خطير. دايبة دوبان كده، ما شاء الله، اللهم بارك يا رب، الحمد لله. ربنا يصلح ما بين ايدينا جميعا. شايفة الجمال؟ يلا اعملي لايك للفيديو وشاركي الفيديو مع حبايبك واصحابك، ويلا نتوكل على الله ونسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه. عندنا هنحط الجيلي. كلنا عارفين الجيلي، كل ولادنا بيحبوه، بس بنعرف ما بنعملوش الا في الكاسات. بنعمله في الكاسات بس. لا، تعالوا هقول لكم فكره جميله عليه. هنحط الجيلي على الزيت، وهنعمل الجمال اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. ايوه، الجيلي والزيت، ايوه. تعالي بقى شوفي هنعمل بيه ايه. بجد فكره جميله جدا وعبقريه، وجاتوه اقتصادي مش مكلف خالص، والنتيجه زي ما انت شفتيها. هفتح بقى كده معايا الجيلي. معايا كيسين جيلي اهو. دي اول كيس، وهفتح تاني كيس اهو. ادي كيسين جيلي. هجيب عليهم نص كوباية مية مغلية، نص كوباية مية سخنة اهي. وكمان هضيف عليها كوباية لبن. اللبن دافي مش ساقع. ومعايا كوباية سكر، او كوباية الا ربع سكر، كوباية الا ربع سكر. ومعايا كوباية زيت. حطيت كل المكونات مع بعض، ضربتها في الخلاط كويس. هاخد منها كوباية على جنب اهي، هركنها على جنب من الصوص الخطير ده. وهجيب بيضتين بدرجة حرارة المطبخ وهحطهم على الخليط اللي في الشفشق الخلاط. وهحط شوية فانيليا عشان البيض، وهروح اضربها كويس جدا تاني في الخلاط. ضربتها كويس، هفضيها بقى في البولة. وهنجيب المصفى السلك او المنخل اللي بننخل بيه، وهننخل كوباية دقيق. الطريقة دي مش بتبعتر الدقيق كتير. ادي كوباية ونص، يبقى هضيف كوباية ونص دقيق على الخليط اللي انا حطيته في البولة. هجيب بقى كمان عليه معلقة كبيرة بيكنج باودر، ورشة ملح خفيفة، وهنخلهم كويس جدا. هجيب المضرب اليدوي العادي، وهقلب كده الدقيق لغاية ما يختفي، زي ما بنعمل اي كيكة عادية خالص. بس المرة دي كيكة الفراولة خطيرة. لو حسيتي ان القوام تقيل معاكي، ممكن تزودي شوية لبن تخف بيهم الخليط. بس انا لما اقلب شوية الخليط هيتجانس، وهيبقى خليط ممتاز. اهو كده الخليط مية مية، بجد ممتاز، قوامه تحفة. هجيب الصينية البايركس بتاعتي او اي صينية هتعملي فيها، وهدهنها دهنة زيت. زي ما انتوا شايفين كده. وهجيب الخليط بتاع الكيك وهصبه في قلب الصينية بتاعتي. شايفين القوام؟ بجد تحفة. هنزل كل الخليط من البولة، وهسويها في قلب الصينية عشان ما تبقاش فيها حتة عالية وحتة واطية، تبقى كلها سمك واحد. وبعود خلة كده اخرج اي هوا من الكيكة كده، الفقاعات الزيادة. وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180، بتاخد تقريبا نص ساعة. هجيب كوباية لبن واحط فيها معلقتين سكر، ادوبهم كويس بلبن دافي. واول ما الكيكة تطلع واتأكد انها استوت، هسقيها بكوباية الحليب دي. هعمل الكريمة بقى على ما الكيكة تبرد.
هحط معلقتين سكر، عليهم كوباية مية متلجة فيها قطع التلج اللي انا كنت بنزلها بالمعلقة دي. هدوب السكر الاول كويس مع المية، وبعد كده هنزل ب3/4 كوباية كريم شانتيه خام، وهضرب كويس جدا لغاية ما احصل على قوام كريمي متماسك. زي ما انتوا شايفين كده، اسرع جاتو واسهل جاتو وجاتو اقتصادي وموفر جدا. هجيب بقى الكريمة وهنزلها على الكيكة بتاعتي بعد ما بردت، وهسويها كويس وافردها كويس فوق الكيك، وهسويها بأي حاجة متاحة عندك. الحتة دي بتاعة تجليس التورتات اهي سويتها، ومسحت حرف الصينية بمنديل، وهدخلها التلاجة شوية. وبعد كده هجيب الصوص اللي انا كنت عينته في الكوباية على جنب، وهنزله على الكريمة بعد ما قعدت الصينية في الفريزر 5 دقايق، وهفرد الصوص عليها. وهجيب كيس كريم شانتيه كده، وهعمل خطوط رايح جاي كده اهو زي ما انتوا شايفين. وبالعود الخلة هروح واجي بالمنظر ده عشان اعمل الشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بس كده، وكده جاهز معايا احلى جاتوه. هحطه في التلاجة لمدة 3 ساعات، وهبدأ اقطعه بالحجم اللي انت تحبيه والمقاس اللي انت تحبيه. بقى متماسك طبعا لما قعد في التلاجة، وبقى تحفة تحفة بجد. انا قطعته قطع كبيرة، انت ممكن تقطعيه قطع اصغر من كده. هنطلع مع بعض بقى كده ونشوف الطبقات ونشوف جمال الجاتوه عامل ازاي. شايفين الجمال؟ شايفين الطبقات؟ تحفة. والكريمة سمك واحد، والشكل خطير، والطعم خطير. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشاركوا الفيديو مع حبايبك واصحابك. واللي اول مره يشوف قناتي ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وحصري من فيديوهات ان شاء الله. بجد بجد هيعجبكم جدا، جربوه. قولوا لي رايكم ايه في التعليقات، وقولوا لي بتشوفوني من اي بلد. انا سمية من مصر، طبعا كلكم اللي متابعيني عارفيني، واللي مش متابعيني واول مره يشوفوني بالصدفه وهما ماشيين نورتوني وشرفتوني. يا ريت تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس باللون الرمادي عشان توصلكوا كل وصفاتي اول باول. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد من قناه اكله وفكره مع سمية.